ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح حدث البرتغال في حكاية وطن ونقول لك ازاي تجيب كريستيانو رونالدو وكل اللعيبة ونشرح لك وكل الحدث باختصار. نبدأ، ما تنساش تحط اللايك والاشتراك عشان هيفيدوني قوي، واسمع الفيديو الآخر عشان تفهم كل حاجة في الحدث ومن غير كلام كتير. يلا نبدأ. وأول حاجة كده نجيب الصورة اللي عليها البرتغال، أيوة هي دي، وندوس انطلق الآن. وبس كده، اول ما تدخل هيجيلك اللي هو اليابان، هولندا، انت هتدوس على البرتغال اللي هي هتلاقي اخر حاجه اللي هي قبل المعرض. هتلاقي بص قدامك الواجهه ديت، مش هتلاقي باينه الصوره ديت، هتلاقيها كلها ايه، 3 استيكرات كده. هتلاقي A و B و C. انت بقى مش عارف الحاجات ديت ومش عارف تعمل بيها ايه. فبكل سهوله انت هتلعب الماتش وهتجمع، هتختار مثلا هيجيلك 3 اختيارات، تختار A ولا تختار B ولا تختار C. فانت هتختار مثلا ايه، اول حاجة ايه، بعد كده بي، بعد كده سي، بعد كده ترجع تعمل الموال ده تاني. علشان تفتح الصورة لازم الصورة دي تجيب مثلا اللي هي، كل ما بتلعب ماتش بتجيب الحاجات بتجيب الصور دي، وكل ما بتجيب صورة بتدوس هنا تفتحها بالتوكن وبيطلع لك 150 نقل تدريب، 500 جوهرة، 100 جوهرة، 50 ترقية تصنيف، قطعة حكاية وطن ديت هقول لك هتعمل بيها ايه ديت المهمة يعني، او 50 قطعة حكاية وطن. انت بص بعد ما بتخلص الماتش بتختار التوكن اللي انت عايزه من البتاعة ديت علشان تفتح الصورة. فانت بتدوس على التوكن اللي انت عايزه، يعني انت مثلا معاك التوكن اللي عليه صورة الكورة، لعبته واخترته، هتدوس على التوكن اللي عليه صورة الكورة وتروح جاي فاتح. وانت وحظك بقى، انا حظي وحش يعني وطلع لي قطع، طلع لي 100 جوهر. لعبت ماتشين امبارح وطلع لي 100 جوهر. انتوا قولوا حظكم بقى تحت. فانت بقى كل ما بتقعد تفتح كده بتفتح الصورة دي وتكملها، لما بتكمل الصورة ديت بيكون قدامك ايه 4 صور هنا. اول صورة ديت اول ما تفتحها كده انت خلاص كده جبتها، تاخد 200 نقطة تدريب، بعد كده 150 ترقية تصنيف، بعد كده 600 جوهرة، بعد كده 2 مليون. وبعد ما بتفتح ال4 صور بقى، انت بتلعب كذا يوم ورا بعض وبتلعب المطوشة، هيتفتح لك قطع حكاية وطن 200 دولت. انت هقول لك هتستعملهم دلوقتي، هقول لك دلوقتي تستعملهم فيه، وهيجي لك صورة حكاية وطن للبرتغال. دلوقتي انت عايز بقى تجيب كريستيانو ومش عارف التوكن ده بتعمل ايه، فهتخش على المعرض. هتلاقي بصوا هتلاقي برونو فرنانديز كريستيانو ب1200 اهوت، كارت كريستيانو اوفر 115، مش نازل اعلى اوفر في اللعبة بس 4 5. قدرة حركات المهارة 5، قدرة تحمل 4 نجوم ونص، يا دي جامدة. السرعة بتاعته 121، تسديد 100، يا لهوي بيضرب صواريخ ومراوغ في الكارت دوت. في جواو نيفيز بقى، الحاجات اللعيبة كده. لو انت مثلا مش عايز تغير ممكن تخش على اليابان او هولندا وهتلاقي لعيبة برضه. فكده يعني بكل اختصار يا رب اكون وضحت لكم الحدث وفكرته عاملة ازاي. هو الحدث سهل بس محتاج تلعب كتير ورا بعض، ايام كتير. فانت دلوقتي خش والعب وقول لي طلع لك ايه، وما تنساش تحط لي لايك واشتراك. ولو انت مش فاهم وعايز تسمع كده ملخص للبتاع دوت، هتلاقي فيديو شورت نازل، فروح اسمعه كده وحط لايك هناك. ويلا سلام.